يا ترى مين أول واحد ركب سيارة في مصر وأول واحد دخل عربيات في مصر؟ عارفين هو مين؟ هو الأمير عزيز حسن حفيد الخديوي إسماعيل. جاب العربية إلى مصر عام 1890 لما كان بيتعلم في إنجلترا. بعد كده سافر لألمانيا وشاف العربية هناك وعجبته جدا، وهو راجع مصر أصر إن ياخدها ويجيب العربية دي معاه. بس لما رجع بيها قالوا له ان شوارع في مصر غير ممهدة، ازاي هتمشي بيها وازاي هتسوقها؟ ولكن هو كان بيتحرك بيها في القصر نفسه. وفي يوم من الايام قرر انه يسافر اسكندرية بالعربية، واخد 2 من اصحابه ومشيوا بالعربية من الطريق الى القاهرة الى الاسكندرية. قطعوه في 10 ساعات. 10 ساعات، لان العربية كانت بتمشي على سرعة 20 كيلو في الساعة. وفي الوقت ده دي كانت سرعة كبيرة جدا، لأن العربيات اللي كانت موجودة في الوقت ده هي عربات بتجرها الخيول، وبالتالي سرعة 20 كيلو في الساعة سرعة كبيرة. وبالفعل الأمير عزيز مشي، بس مشي وسط الحقول والغيطان لأن الطريق مش ممهد، الأمر اللي خلى أنه أفسد المحاصيل وقتل الخراف والماعز. والفلاحين طلعوا عليه شافوا ان دي عربية مش بتجرها الخيول، فافتكروا ان دي عربية بتجرها الشياطين وحاولوا يقتلوه لأنه حد مجنون. وبعد كده اقتنى العربية الخديوي توفيق، كمان كان عنده عربية وكان بيبعت يجيب الوقود بتاعها من بره مصر. وبعد كده انتشرت العربية بين النبلاء واقتناها الأمير محمد علي توفيق سنة 1904. و1905 حصلت أول حادثة مرورية في مصر لما الأمير محمد علي توفيق خبط بعربيته عربية كارو محملة خشب، ودي كانت أول حادثة تحصل في مصر. ودي تاريخ السيارات في مصر ودخولها.